يسمح لنا المدقق الإملائي في برنامج باوربوينت باختبار مدى صحة الكلمات التي نقوم بإدخالها إلى الشرائح، حيث يقوم البرنامج بمقارنة هذه الكلمات بالكلمات الموجودة داخل القاموس الخاص بنا. وفي حالة وجود كلمة غير صحيحة أو غير معرفة داخل القاموس، فإن البرنامج يقوم بإظهار خط أحمر اللون أسفل هذه الكلمة. ويمكن تصحيح كلمة بشكل منفرد داخل الشريحة بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن فوق هذه الكلمة، فيقوم البرنامج بإظهار قائمة بها العديد من الكلمات المقترحة كبدائل لهذه الكلمة، حيث يمكننا اختيار أحد هذه الكلمات من هذه القائمة إذا كانت تتناسب مع الكلمة التي نريدها بالفعل. أما إذا أردنا الحصول على المزيد من الاختيارات، سنقوم باختيار Spelling Options، فيظهر المربع الحواري Spelling Checker. سنقوم باختيار الكلمة الصحيحة من الجزء Suggestion، ثم نضغط Change لتصحيح الكلمة، ونضغط Close لإغلاق هذا المربع الحواري. ولعمل تدقيق إملائي للعرض بالكامل، نضغط على مفتاح Spelling من الشريط Standard Toolbar، فيقوم المدقق الإملائي باختيار الكلمة غير الصحيحة لغويا، ويقوم بإظهار مجموعة الكلمات المقترحة لهذه الكلمة. ويحتوي المربع الحواري Spelling على عدة مفاتيح، فعند اختيار Ignore سيتم تجاهل هذه الكلمة، وعند اختيار Ignore All سيقوم البرنامج بتجاهل هذه الكلمة وجميع الكلمات المطابقة لها في جميع شرائح العرض. وعند اختيار Change يتم تغيير الكلمة الحالية بالكلمة التي تم اختيارها من القائمة Suggestion. أما عند اختيار Change All فسوف يتم تغيير هذه الكلمة وجميع الكلمات المطابقة لها في جميع شرائح العرض. وعند اختيار Add يتم إضافة هذه الكلمة إلى القاموس. ولتغيير هذه الكلمة بالكلمة الصحيحة، نقوم باختيار الكلمة الصحيحة من القائمة Suggestion، ثم نضغط على مفتاح Change فيتم تصحيح الكلمة. وبعد الانتهاء من تصحيح الكلمة، يقوم المدقق الإملائي بالانتقال مباشرة إلى الكلمة التالية غير الصحيحة إملائيا داخل العرض. ولاستبدال هذه الكلمة بالكلمة الصحيحة، نختار الكلمة الصحيحة ثم نضغط Change مرة أخرى، ثم نقوم بتكرار هذه الخطوات إلى أن يتم تصحيح جميع الكلمات غير الصحيحة داخل العرض. وبعد الانتهاء من تصحيح جميع الأخطاء الإملائية الموجودة في شرائح العرض، تظهر رسالة تخبرنا بأن عملية التدقيق الإملائي قد انتهت، فنضغط على مفتاح OK لإغلاق هذه الرسالة.